يا صباح الفل. يا ترى اورايمو لما تعمل ساعة ب 7000 جنيه هتكون الساعة دي مواصفاتها عاملة ازاي؟ وهتكون مصنوعة من ايه؟ وهتكون ايه المواصفات اللي بتقدمها؟ بناخد في اورايمو الساعة اللي ب 1000 ونص بقى البراندات ب5 وب6 وب4. الواتش برو ان تي دي حاجة معمول من الكربون المضغوط، وهتشوف ديزاين ابن لذينة وبوكس ابن لذينة وحاجة بقى هدية. يعني بدل ما تجيب ايفون لواحد هديه للناس بقى اللاكشري قوي، تعالى نشوف هذا الابداع. بص كده، طبعا انت عندك ضمانك من كارل كير. بص كده، ده العلبه. طبعا انا عايز اقول لك العلبه دي كلها مصنوعه من الجلد، ده حاجه كاربون ديزاين. ده بص، ده ديزاين مخصوص ماشي، وفيها ذكاء اصطناعي هنوريه لك دلوقتي. ولكن هتفتح كده هتجد هذا الابداع ماشي. بص حاجه كده، يعني خليك معايا علشان طبعا كل ده معمول من القطيفه. هتفتح ده كده، جاي معاه شاحنين. تفتح ده كده، جاي معاه ستراب جلد طبيعي وسيليكون من اورايمو. وهقول لك الاسترابات دي ليه غاليه قوي. والاستراب ده استراب رولكس اصلي، سنه ما يصديش ولا يقشر. المفروض ثمنه تقريبا 1200 جنيه. ده كل ده جاي مع الساعه هديه. القصه بقى ليه؟ ايه اللي جوه الساعه دي؟ تعالى نتكلم في المواصفات ونلبس هذا الاوستيك الرولكسي ماشي. طبعا الاوستيك الرولكس كده، الوش ده كده، ده الكربون المطروق زي ما بيقولوا كده عليه. ده اللي بيستخدم في العربيات بتاعت بنتلي. العربيات بتاعت بنتلي فهو خامة تصنيع عالية جدا. لو انت لاحظت هتلاقي من كل ناحية ليه شكل ماشي. ده كربون من كل حسام. يا رب بقى الكاميرا تجيب القصة دي تمام. الفريم ده بالهاوس ده كربون مطروق. ده حاجة كده بتستعمل في بنتلي. طبعا الديزاين كله اهوت معاك تمام. كل ده الديزاين بتاعها. ده شكل كده في الايد يا معلم. ده قبل بقى ما اكلمك في الشاشه في المواصفات والذكاء الاصطناعي اللي هنتكلم ليه هي بالسعر الجامد قوي ده. ممكن نسحب كده من فوق نزود الاضاءه كده. شايف العلامه اللي فوق دي؟ هتروح دايس كده ماشي. هتقول له هتروح دايس وتقول له كيف حالك يا صديقي. ايه رايك؟ ازيك؟ كام الساعه الان؟ طيب ده اسمه الاي اي بتاع اورايمو. عايز اقول لك حاجه. انت طبعا شفت الاجابات كلها بتبقى عامله ازاي. هو طبعا ما تقارنش اي اي حتى اللي نازل بتاع الصين الاوبن اي كل الكلام ده بشات جي بي تي. انك هتلاقيهم كله هو نوعا ما اقل من شات جي بي تي، ولكن ده الاي اي اللي نازل. تعالى بقى نتكلم في المواصفات اللي موجوده في الساعه. اول حاجه الشاشه اللي معاك دي سوبر امولود. الريزوليوشن بتاعها 466 في 466. البطاريه بتاعت الساعه دي المفروض ان هم كاتبين عليها انها بتقعد معاك 16 يوم استخدام طبيعي. 16 يوم استخدام طبيعي مع شاشه امولود بالريزوليوشن ده، فهذا ابتكار افجر من الاي اي. لان المفروض ان الامولود انا معايا سامسونج بتقعد معايا يوم، ابل يوم. فعشان اعمل لك امولود بيقعد الفترات الطويله دي، فده طبعا انبهار مش هتلاقيه. وكويس ان هم عاملينه ده كده. بنتكلم عن الشاشه. زي ما قلنا ان الفريم دوت ان الاستيك ده معمول من الستانلس مقاوم للصدأ. وقلنا ان الوش معمول من الكربون المطروق ده اللي بيستخدم في بنتلي، وده حاجه غاليه جدا. وطبعا في الايد قدام الناس انت شايل شيء غالي. والديزاين ده اصلا ديزاين كانوا كاتبين كده واحد عامله مشهور قوي يعني في حاجه جامده جدا، وده سبيشال اديشن. عندك 3 زراير من هنا. في زرار تحت تقدر تختار منه اشكال القوائم وما الى ذلك او التاسكات، والزرار اللي فوق تطفي ايد الشاشه. ندوس كده من جوه تقدر تغير شكل المنيو زي ما انت عايزه بضغطتين. زي ما انت شايف كده تختار الشكل اللي انت عايزه. الريزولوشن بتاع الشاشه فتاك حرفيا. تعال نجرب المكالمات. طيب هنتصل ونروح عاملين كده، هتلاقي صوت المكالمه جالك هنا. طبعا اسماء هتظهر لك بشكل كامل، مفيش اي مشكله خالص. وحاج كرم ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. الصوت طبعا ممتاز جدا. عندك اتش دي كول والصوت كويس جدا، تقدر تسمع منه. اكيد انت سامع صوتي يا ريس كرم بالصوت ممتاز جدا. سامع صوتك. تمام تسلم. عندك مساحه 2 جيجا
دي بتستخدم في الموسيقى وفي التسجيلات، انك تعرف تسجل من على الساعه. بتسجل من هنا. التسجيل ده لو انت في محاضره او حاجه تقدر ان انت تسجل الصوت كده، والتسجيل ده هيتحط على اليو اس بي. هم تقريبا حاطين كابلين، لان في كابل منهم هيستخدم ك ماس ستورج، انك تحطه على الكمبيوتر وتنقل الحاجات دي. يعني انا هنا دلوقتي دوست تسجيل اهو، ماشي. منهم هيستخدم ك ماس ستورج، انك تحطه على الكمبيوتر يعني. انت واخدين بالكم من حاجه؟ انا كنت حاطط الساعه كده وبسجل، فهو قرا الصوت كويس جدا كمان. يعني هو تقريبا معمول خاصيه التسجيل فيه انها تعمل نويز كانسيشن شويه لو انت في محاضره او حاجه. شغل عالي جدا. البروسيسور اللي هنا هم عاملين بروسيسور انا مش متذكر اسمه، ولكن هو المفروض ان هو 4 كور عشان خاطر الساعه تبقى اسرع شويه. وزي ما قلنا معاك مساحه 2 جيجا. الاوضاع الرياضيه 140 وضع رياضي. كل الرسائل القصيره بص يا معلم، حاجه منتهى الجمدان. كل الرسائل وتمسح اللي انت عايزه. الاوضاع الرياضيه زي ما قلنا هتدوس في الجنب كده، هتخش على الاوضاع الرياضيه 140 وضع رياضي، واعمل كاستمايز بشكل جامد قوي 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 قوي. طبعا عندك هتدوس كده يمين هتلاقي ده مقياس الصحه اليومي من خطوات لضربات قلب ما الى ذلك. نبض القلب هتدوس عليه كده، هو اصلا بسم الله ما شاء الله سريع جدا كده. تشبع الاكسجين في الدم، والنوم، والطقس جابه، الضغط الجوي. ركز في القصه ديت. جايب كده الارتفاع 99 متر عن سطح البحر. طبعا انا مش عايز اقول لك انت مش بتدفع فلوس غير في حاجه تستحق. ليه يا معلم؟ دي سبيشالات اديشن. السبيشال اديشن عشان يعني ما تقارنش دي بهواوي لان هتغلبها صباح الفل. ما تقارنش دي بسامسونج، انا اسف اقول لك انها هتغلبها. ما تبقاش متضايق وانا بقول الكلمه دي. بحس ان انتوا كانك مستثمر في شركه سامسونج وابل. فعليا انا معايا انا شلت ابل وشلت سامسونج. الساعات فقيره جدا. موضوع البطاريه دي حاجه مؤسفه في ابل وفي سامسونج، حاجه استغفر الله العظيم. تحس انك بترضع عيل صغير. تخرج المشوار ترجع تحط الساعه بتاعت ابل او بتاعت سامسونج على الشاحن حاجه بقالهم 10 سنين مش عارفين يبتكروا حاجه في قصه البطاريه. المسحراتي بتاع كل يوم واحنا بنصور لازم يجي يسحرنا. هنقعد نفصل بقى شويه ونرجع بعد ما عم محمد بيقول لكم اصحى يا ناي رمضان كريم. فده سبيشال اديشن. هتروح يمين هتروح شمال، ده سبيشال اديشن، حاجه خاصه جدا. الاستراب المعمول ده معمول ضد الصدى ده عشان سيادتك تشتريه 1200 جنيه. ده ونبقى ضامنين ان هو مش هيصدق في السنه يعني. والبروسيسور والكلام ده كله شغل فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. علبه كده فخمه، علبه فخمه. ده قطيفه اللي هو عايز تبوسها كده، فاهم؟ الساعه المفروض ان سعرها 6900 جنيه. 6900 جنيه ده المفروض السعر. يعني ممكن نحاول نعمل عروض تابع بقى معانا. هي طبعا ليميتد اديشن وكميات قليله قوي. للاسف مش هيبقى متاح ان احنا نشحن غير لما تدفع فلوسها كامله، لان الحاجات دي هي فاليبل قوي وعددها قليله، فمش متاح دفع عند الاستلام. فانت لو هتطلبها من الناس في السيلز عندنا يعني هنستأذنك في ان انت هتبقى بتدفع كامل قيمه المنتج قبل الشحن، نظرا لان هو مش كمياته كتير ونظرا لغلو سعره. طبعا انا الشحن فري فيه يعني. هو ب 5999. هو ليميتد كوانتيتي بشكل واضح جدا يعني. هو كميات قليله وحاجه تستحق جدا جدا للناس اللي بتدور على حاجات فاليبل تشيلها في ايديها شويه. احسن بقى ما تشيل الفيت 3 بتاعت هواوي والهبل ده كله. شيل يا معلم هنا قيمه وبرستيج قدام اصحابك. انت شايل سبيشال اديشن وحاجه انت مش متصور شكل الكربون ده في وش الساعه عامل ازاي. ده اللي بيتعمل في بنتلي، حاجه كده خاصه قوي يعني. فده سبيشال اديشن وكمياته قليله. لينك الويب سايت فوق برضو مش هيبقى متاح ان احنا نسلمك غير لما حد هيكلمك تحول قيمه الفلوس للاسف نظرا لنقص الكميه. او لو حابب تيجي تاخده من الفرع وتقف في ساعه هتبقى مفتوحه هيبقى متاح انك تبص عليها، ولكن يعني بحذر عشان بس هو البوكس البصمه بتاثر فيه يعني. وصدقني ما تبصش الحاجات كلمه سبيشال اديشن في اورايمو. صدقني والله 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 الحاجات دي بسعر غالي قوي يعني. احنا كنا بنبيع ساعات زمان
بتاعت بورش. هو هنا عامل لك سبيشال اديشن، صدقني في الطبيعي الكلام ده 70 و60 الف جنيه للسبيشال اديشن في اي شركه. صباحكم فل. زي ما قلنا ازاي تشتري، ركز في سعر المنتج الواتش برو ان تي. صباحكم فل.